حضّري نفسِك بقى معايا النهارده عشان عايزين نعمل شوية مخلِّل كده للعيد الكبير، كل سنة وأنتم طيبين، عيد الأضحى ما يحلاش غير بشوية مخلِّل، طبق الترشي جنب الفتة حاجة تانية، فتعالي نبدأ ونسمّي الله ونصلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحطّي اللايك بتاعِك، معايا قرن فلفل رومي أحمر بالشكل دوّة كده، غاسلاه كويس جدًا وهابدأ اللي أنا أقطّعه جوّه الكبة، لإن أنا عايزة أضربه في قلب الكبة وأنعّمه خالص، تعالي نبدأ ونشوف هنعمل إيه. لو انت اول مرة تتفرجي عليا ما تنسيش تحطي اشتراك وتفعلي الجرس على كلمة الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات يا ست الكل. ما تنسيش بقى اللايك بتاعك اللي بينورني، وطبعا تبعتي الوصفة ديت لحبايبك شير علشان خاطر الكل يستفيد. بصي بقى انا ضربته كويس جدا وجبت المصفى بتاعتي ديت وبدأت بقى اللي انا اصفيه. وطبعا هنا ضربت معاه قرنين فلفل رومي بس اسفه، مش رومي، حراق، عشان يعلي التست كده معايا. عملت ميكس ما بين الفلفل الحراق والفلفل البارد علشان خاطر ما يبقاش حراق قوي ويبقى مشطشط على الاخر، لا انا عايزاه يبقى طعمه زي بتاع بره، في نسبه حرقان كده بس تقدري اللي انت تاكليه. نزلت هنا بمعلقه كبيره من الملح وقلبت كله مع بعض وركنتهم على جنب في نفس المصفى عشان عايزه الفلفل ينزل كل السوائل اللي موجوده جواه. في الوقت دوت هحضر بقى معايا جزر. الجزر هنا انا شايله الاطراف بتاعته ومقشراه وغسلاه، وكمان كذلك الخيار. طبعا لو عندك قطعه مخلل زي ديت كده تقدري تقطعي بيها، لو مش متوفره يبقى خلاص نستبدلها بالسكينه. طبعا انت لو جبتي نص كيلو من كل نوع خضار في النهايه هيطلع لك علبه كبيره جدا هتكفيكي لمده مثلا 10 ايام كده ولا حاجه، وهيبقى طعمه خطير. الخيار هنا هقطعه بس هحاول وانا بقطعه اقطعه اتخن من الجزر شويه، لان طبعا انتوا عارفين ان الخيار روحه مش طويله قوي زي الجزر، فعايزين اللي هي تبقى متحمله معانا وتقرمش. معايا بقى هنا لفت، واللفت اللي انا مستخدماه اللفت الصغير موجود في السوق الايام ديت، ممكن ما تلاقوهوش قوي وممكن تلاقيه، يعني تقدري تجيبي الخضار اللي موجود. بصي انا هنا قطعته بالشكل دوت كده، كنت بوريكي سمك التقطيعه. وطبعا بعد ما قطعتها بالطول قسمت كل واحدة على 2 علشان خاطر تبقى على قد البق كده بالظبط. هخلص الكمية كلها بنفس الطريقة كده. وطبعا بعد ما اخلص الكمية كلها احطها بقى على الخيار واحطها كمان على الجزر. معايا بقى هنا قرنبيط، والقرنبيط بتاعي دوت انا يدوب نزلته في المية وعديت من 1 ل5 ورفعته على طول على المصفى، وهنا هنزل عليه بمية ساقعة عشان اوقف عملية السوى بتاعه. بعد ما حطيت القرنبيط على بقية الخضار عندي بقى هنا شوية ليمون معصفر كنت عاملاهم معاكم برضو، وشوية زيتون مخلل كده. حطيت كله على بعضه بالطريقة ديت، الليمون والزيتون مستويين. طبعا الفلفل معايا هنا نزل المية بتاعته كلها، ركنت المية على جنب واخدت الهريسة بتاعت الفلفل وقلبتها في وسط الخضار كله بالطريقة ديت كده. عايزة اغلف الخضار بتاعي كله في قلب الهريسة. طبعا لو مفيش ليمون تقدري بقى، يعني لو مش عندك ليمون مخلي اللي هو الليمون معصفر، تقدري تجيبي مثلا نص كيلو ليمون، انا عارفة اللي سعره غالي دلوقتي، بس تقدري تجيبي نص كيلو ليمون وتبدأي اللي انتي تحطيه على النار ياخد غلوتين 3، هيديكي نفس التيست. وبرده تنقي الليمونة اللي حجمها صغير عشان تستوي في وسط الحاجات دي كلها. لو بتحبيه بقى الشطة اوفر، الفلفل اللي احنا حاطينه الاخضر تقدري تقطعيه، يعني قرن الفلفل تقطعيه كده شرايح. لما تقطعيه شرايح هيعلي التست كده وهينزل بقى المادة بتاعته جوه المية وهيخلي بقية المخلل كله حريق. لكن لو مش حابة يبقى تسيبيه زي ما هو. عبيت المخلل بتاعي في بطرمانات بالشكل دوت كده، انا حطيته في بطرمان الاول صغير بس لقيت الكمية بسم الله ما شاء الله كبيرة فحطيته في حاجة اكبر. معايا بقى المية اللي انا نزلتها من الفلفل، حطيتها علشان خاطر هي دي اللي انا هعتمد عليها، اللي هي تلوني المخلل بتاعي. انا ليه ما حطيتش بنجر وهو البنجر اصلا موجود في السوق؟ لو حطيت بنجر هيخلي الجزر لونه احمر، وهيخلي كمان القرنبيط لونه احمر، والخيار مدي على احمر شويه، واوريدي اللفت هيخليه احمر. طبعا انا مش عايزه كده، انا عايزه اكل ترشي زي اللي بيتباع بره. فطبعا الترشي اللي بيتباع بره دوت كل حاجه بيبقى مستقره اللون بتاعها. هنا معايا ميه مغليه حطيت عليها 4 معالق من الملح، معلقه كبيره من السكر،
وحطيت ربع كوباية من الخل الابيض، وقلبت كله مع بعضه ونزلت بيها على المخلل. وفوق الوش حطيت شوية زيت، ومن وقت لتاني تبدأي اللي انت تقلبيه. عايزة اقولك خطير.